تخيل معايا كده شبكة دفاع جوي بتقدر تكتشف أي طيارة شبحية أو أي صاروخ باليستي قبل ما حتى يوصل للمجال الجوي المصري. مش هزار، ده الواقع اللي بتوصفه الدفاعات الجوية المصرية. شبكة معقدة جدا لدرجة إن الناتو نفسه وصفها بإنها أعقد شبكة دفاع جوي في العالم. طب السؤال هنا، مصر إزاي وصلت للمستوى ده؟ وإيه أهم الأنظمة اللي بتشتغل عليها؟ وإزاي بيقدروا يحافظوا على التقدم ده؟ وهل التطور ده مستمر ولا ممكن يواجه تحديات؟ ركز معانا في الفيديو وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. إن من لا يملك جيشاً وطنياً وسلاحاً عصرياً لا يملك أمناً. تاريخ الدفاع الجوي المصري. القصة بتبدأ بعد نكسة 67. وقتها الطيران الإسرائيلي كان بيعمل اللي هو عايزه في سماء مصر. القرار وقتها كان لازم يبقى فيه حائط صواريخ يحمي العمق المصري، وفعلا حائط الصواريخ ده كان البداية، لكن مع الوقت اتحول لشبكة متكاملة من الدفاعات الجوية. في حرب أكتوبر 73 الدفاعات الجوية المصرية عملت إنجاز عالمي. الطيارات الإسرائيلية كانت بتقع واحدة ورا التانية، لدرجة إن سماء مصر كانت مستحيلة الاختراق. من هنا بدأت مصر مش بس إنها تعتمد على شراء السلاح، لكن كمان تطور وتبني بنفسها. خلال الحرب تم إسقاط أكتر من 100 طيارة إسرائيلية بفضل المنظومات الدفاعية اللي كانت موجودة وقتها، زي سام 6 وسام 2. بعد حرب أكتوبر القيادة المصرية فهمت إن شراء الأنظمة مش كفاية، بدأوا يدخلوا في شراكات مع دول زي روسيا والصين وألمانيا. ومن هنا اتعملت وحدات تدريب جديدة واتطورت شبكة القيادة عشان تبقى رقمية بالكامل. الهدف كان واضح، سماء مصر لازم تكون أأمن مكان في المنطقة. إدخال تقنيات جديدة. دلوقتي مصر ركزت على حاجات زي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التحكم الإلكتروني. المراكز القيادية بقت أسرع وأدق في التعامل مع أي تهديد، وده خلى الدفاعات الجوية المصرية متقدمة بخطوة عن أي خطر. وكمان في خطط لتطوير شبكات الإنذار المبكر اللي بتدي وقت كافي للتعامل مع أي تهديد. مع زيادة التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، مصر قررت إنها توسع شراكاتها مع دول تانية زي الهند وكوريا الجنوبية. الهدف مش بس الحصول على التكنولوجيا، لكن كمان بناء قدرة محلية على إنتاج الأنظمة المتطورة. ده ساعد مصر على بناء سمعة قوية في مجال الدفاعات الجوية. ومؤخراً مصر شاركت في تدريبات مشتركة مع دول زي السعودية والإمارات لاختبار كفاءة الأنظمة الدفاعية في ظروف مشابهة للحروب الحقيقية. أنظمة الدفاع الجوي. منظومة S-300VM الروسية. المنظومة دي بتعتبر من أقوى أنظمة الدفاع الجوي في العالم. بتقدر تضرب طيارات شبحية وصواريخ باليستية وحتى أهداف بعيدة المدى لحد 250 كيلومتر. المنظومة كمان شغالة في أصعب الظروف، وده بيخليها خط دفاع قوي لأي تهديد. وكمان بتشتغل بتقنيات مقاومة للتشويش الإلكتروني اللي بيخليها فعالة حتى ضد أحدث تقنيات الطائرات. منظومة باتريوت الأمريكية. مصر كمان حصلت على منظومة باتريوت اللي بتعتبر من أكتر الأنظمة دقة وسرعة. بتقدر تتعامل مع أكتر من هدف في نفس الوقت، زي حماية السد العالي مثلا. الباتريوت مش بس بتكشف التهديدات، لكنها كمان بتدمرها قبل ما توصل. ده بيخليها عنصر أساسي في حماية البنية التحتية الحيوية، وكمان بتساهم في حماية المنشآت الحيوية زي المطارات والمواني. الباتريوت بتقدر تتعامل مع الصواريخ الباليستية بمدى يوصل لأكتر من 160 كيلومتر. منظومة تور M2 الروسية. دي بقى المنظومة المثالية للطائرات بدون طيار والصواريخ قصيرة المدى. بتشتغل بسرعة رهيبة وبدقة عالية، وده بيخليها مناسبة لحماية المنشآت الحيوية. وكمان بتشتغل في كل الظروف الجوية، وده بيضمن إنها فعالة طول السنة. المنظومة دي بتتميز بتصميمها اللي بيسمح ليها بالتنقل السريع لأي منطقة، وكمان تقدر تتعامل مع 4 أهداف في نفس اللحظة. منظومة IRIS-T الألمانية. واحدة من أحدث الأنظمة اللي حصلت عليها مصر. بتمتاز بقدرتها على التعامل مع التهديدات الجوية المنخفضة زي الطيارات الصغيرة أو الدرونز. المنظومة دي إضافة قوية جدا للدفاعات المصرية، ومؤخرا تم تطوير برمجيتها علشان تكون أكتر دقة في التعامل مع التهديدات المتحركة. وكمان النظام ده بيستخدم تكنولوجيا استهداف عالية الكفاءة بمدى يصل ل 40 كيلومتر. رادارات حديثة. مش كل حاجة صواريخ، مصر عندها رادارات بتغطي كل زاوية في السماء، زي رادار ريزوناس الروسي
اللي بيكشف الطائرات الشبحية من مدى 1100 كيلومتر. وكمان في رادارات أمريكية وصينية بتشتغل مع الشبكة. الرادارات دي بتشتغل بتنسيق كامل مع أنظمة الصواريخ لضمان أعلى كفاءة، بالإضافة لوجود رادار نيبو إم اللي بيوفر دقة عالية في تحديد المواقع. أنظمة قصيرة ومتوسطة المدى. مصر عندها أنظمة زي بوك M2 الروسية وشيلكا المعدلة. الأنظمة دي بتشتغل بتنسيق مع الشبكة الأكبر، وده بيضمن حماية شاملة. وكمان الأنظمة دي مثالية للدفاع عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية، وبتساعد في التصدي للتهديدات اللي ممكن تكون على ارتفاعات منخفضة. بوك M2 بتغطي مدى يصل ل 45 كيلومتر. أنظمة دفاع مستقبلية. دلوقتي مصر بتشتغل على تطوير أنظمة ليزرية متقدمة قادرة على إسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ قصيرة المدى. الأنظمة دي هتكون صديقة للبيئة وكمان أقل تكلفة على المدى الطويل. بالإضافة لكده، مصر بتدرس إدخال أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحكم بشكل كامل في الدفاعات الجوية، وكمان في خطط لاستخدام الطاقة المتجددة لتشغيل الأنظمة دي بكفاءة. التصنيع المحلي طريق للاستقلال. مصر مش بس بتشتري الأسلحة، لكنها كمان بتصنع بنفسها، زي نظام سكاي جارد اللي بتنتجه بالتعاون مع إيطاليا. النظام ده مخصص لحماية المنشآت الحيوية وبيتميز بدقة عالية. كمان في أنظمة زي نيل 23 وسيناء 23، واللي بتستخدم للتعامل مع الأهداف المنخفضة زي الطائرات بدون طيار. وكمان مصر بدأت تدخل في تصنيع أجزاء معقدة لأنظمة الرادار محلياً، ده بالإضافة لمشاريع تصنيع ذخائر عالية الجودة محلياً. ومن أبرز المصانع مصنع 200 الحربي اللي بيعتبر مركز رئيسي للإنتاج العسكري. الذكاء الاصطناعي. مصر بتشتغل على دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الدفاع الجوي. الهدف إن الأنظمة تبقى أسرع وأدق في التعامل مع التهديدات، وتقدر تتوقع الهجمات قبل ما تحصل، ده بالإضافة لتطوير برامج محلية بتحلل بيانات التهديدات بشكل لحظي. وكمان في خطط لاستخدام الروبوتات في دعم عمليات الصيانة. شراكات دولية. في شراكات قوية مع دول زي روسيا والصين والهند لتطوير تكنولوجيا الدفاع. الشراكات دي مش بس بتجيب تقنيات حديثة، لكنها كمان بتأهل الكوادر المصرية. ومؤخراً مصر بدأت تبني مصانع جديدة بالتعاون مع كوريا الجنوبية لإنتاج معدات محلية، ده بجانب شراكات لإنتاج أنظمة متقدمة زي الطيارات بدون طيار. التصدير. مصر بتدرس تصدير الأنظمة اللي بتصنعها لدول في أفريقيا والشرق الأوسط، وده هيعزز من مكانتها كدولة رائدة في المجال ده، وكمان هيدعم الاقتصاد المصري بعملات أجنبية. الخطة كمان بتتضمن إنشاء مراكز صيانة وتدريب في الدول اللي بتشتري المعدات المصرية. مؤخراً مصر صدرت معدات دفاع لدول زي السودان وليبيا. خطط المستقبل. مصر بتخطط لتطوير أنظمة دفاع ليزرية لمواجهة الصواريخ الأسرع من الصوت، وكمان بتدرس دمج الطيارات بدون طيار في شبكتها الدفاعية، ده بالإضافة لاستثمارها في أبحاث تطوير الطاقة لتشغيل الأنظمة بكفاءة أكبر، بجانب خطط لإنتاج أنظمة دفاع بتعتمد على تقنيات الطاقة المتجددة. في النهاية، شبكات الدفاع الجوي المصرية مش بس درع بيحمي سماء البلد، لكنها كمان رمز للقوة والاستقلال. ومع كل التطورات المستمرة، بتثبت مصر إنها مش مجرد متابع، لكنها لاعب أساسي في ساحة الدفاعات الجوية العالمية. السؤال دلوقتي، إزاي مصر ممكن تستخدم التكنولوجيا الجديدة علشان تحافظ على ريادتها؟ وهل المستقبل ممكن يكون فيه مفاجآت أكبر؟ شاركنا رأيك في التعليقات. بس كده، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي، شكراً إنك كملت معانا لآخر التقرير. لو عجبك التقرير، ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. إن من لا يملك جيشاً وطنياً وسلاحاً عصرياً لا يملك أمناً.